وبعد شهر ان شاء الله او شهر ونص كده تفتحي عليه، لان انتي اصلا عاملاه شقاه. لو انتي مش شقاه ممكن يقعد شهرين وتلاتة، علشان ده اصلا تفاح يعني ما بياخدش وقت في التخليل. لكن انا عشان شقاه ممكن يقعد من شهر لشهر ونص. وبعد كده باذن الله هتاكلي احلى زيتون، وان شاء الله يعجبك جدا والخلطه هتعجبك قوي. اما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ومشاهده كامله. بحبكم جدا وربنا يديكم الصحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم وصفات سمسمة صحي ومتنوع، وحشتوني كتير جدا. النهارده بقى ان شاء الله بما ان احنا في موسم الزيتون، انا قلت ان شاء الله هعمل لكم الزيتون التفاحي. تمام. وهعمل لكم الزيتون العزيزي، بس هعمل دي في حلقة ودي في حلقة عشان المقادير بتاعت دي غير المقادير بتاعت ديت. تمام كده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا معايا 3 كيلو زيتون تفاحي. بصوا انا ما مشقاه كده نص شقه، واللي مش عاوز اشقه براحته. انا بشقه نص شقه كده علشان خاطر المكونات بتاعتي دي كلها تخش جواه. تمام كده. ال3 كيلو دولت بياخدوا كيلو ونص ليمون، طلعوا معايا كوبايه ونص. ومعايا نص كيلو فلفل بلدي. ومعايا هنا 3 معالق 3 معالق عصفر، و3 معالق حبة البركة. وهنا فصين او 3 فصوص توم وسط. ومعايا هنا دي هريسة الشطة بتاعتي. انا جبت هنا فلفل احمر، وانا طبعا عندي هريسة فلفل بس باردة. انا جبت الهريسة الحمراء اللي هي الحارة، عشان خاطر الزيتون بيحب الحاجات المشطشطة، ما بيحبش الهريسة الباردة. فانا هنا جبت 4 أو 5 قرون فلفل احمر، وضربتهم في الخلاط مع ربع كوبايه زيت، وخدت من هنا ربع كوبايه ليمون علشان امشي بيها الخلاط. تمام كده. كل حاجه هكتبها لكم في صندوق الوصف. ومعايا هنا جزرايه كبيره بشرتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا الزيتون دوت نقعاه، انا كنت نقعاه في ميه علشان خاطر ينزل المرة بتاعته. وبعد كده رحت شقاه نص شقة كده عشان المكونات كلها تختلط في بعض. اول حاجة هنزل المكونات دي كلها على الزيتون، وهنزل الهريسة بتاعتي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. وهنزل الجزرة المبشورة. انا بقى هخلي الليمون في الاخر خالص، بس هجيب لكم كل حاجه هنا كده علشان تبقى باينه معاكم اهوت. انا بفضل كده اقلب كل المكونات اللي انتوا شايفينها دي في قلب بعض اهوت، علشان خاطر اشرب كل حاجه من قلب بعض قبل ما احطها في قلب البرطمان بتاعي. الهريسه ديت حاره جدا، بتخلي طعم الزيتون يجنن بصراحه. امشوا على الطريقه ديت. المقادير دي انا عاملاها ل3 كيلو زيتون بس. طبعا اللي عامل اكتر من كده يضاعف الكميه بتاعته اهوت. بعد ما خلطت كل حاجه في قلب الزيتون بتاعنا، طبعا انا ما بحطش في التخليل يا جماعه خل، لان الخل بيهري المخلل بتاعي. جربته قبل كده وما كانش حلو خالص، لكن انا بقالي كام مره بستعمل الليمون بس بيخلي لي طعم الحاجه حلو جدا اهو كده. قلبت كله كويس جدا اهو بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. استعملوا الطريقه ديت والله ان شاء الله هتعجبكم جدا. بعد كده خلاص ما خلطت كل المكونات، انا جبت البرطمان بتاعي. طبعا انا البرطمان دوت انا معقماه، وبعد ما عقمته جبت حبه خل ولفيت بيه البرطمان زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى هجيب بسم الله، هجيب هنا الزيتون اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحط طبقه زيتون وطبقه فلفل اهو. الفلفل بتاعي اهوت. بسم الله. انا بجيب طبقه زيتون وطبقه فلفل اهوت. بسم الله.
الله الرحمن الرحيم. اهو كده زي ما حضراتكم كده شايفين. ولازم نكبس البرطمان، انا مش عايزه اي نقطه هوا خالص يخش جوه البرطمان بتاعي علشان خاطر ما يعملش فطريات. انا كده بصوا بقى يا حبايبي، انا كده الحمد لله حطيت الزيتون كله في قلب البرطمان وكبسته كده قوي، وفاض معايا حبه زيتون وحبه فلفل. انا عندي العلبه ديت بتتكبس كويس وده اللي فاض معايا. يبقى انا كده عملت اهو ما شاء الله بال3 كيلو ادي برطمان. والعلبه ديت انا بقفلها كويس، ليها غطاها محكم الغلق وهو بيتقفل كويس جدا. انا بقى خلاص كده انا هاخد الطبق اللي انا كنت حاطه فيه التوابل الخلطه بتاعتي. هجيب ميه سخنه بمقدار لتر. طبعا انا الميه ديت الميه ديت انا مسخناها سبتها تغلي وبعد كده بردتها خالص. انا هجيبها برضو جنبيكوا هنا علشان تشوفوا كل حاجه. اهو الميه ديت انا غليتها كويس وسبتها تبرد خالص اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. اهو كده انا جبت بمقدار لتر ميه دافيه. بعد كده بحط 4 معالق ملح كبار، بس برضو حسب الملح اللي عندك، لان في ملح بيملح وفي ملح مهما تحطي برضو ما بيملحش. برضو طبعا انت اما تحطي المعيار بتاعك انت هتدوقي الملح بتاعك اهوت. يبقى انا كده حطيت لتر ميه. بتكوني غاليه الميه ديت وسايباها لما تبرد خالص عشان تبقى معقمه. بعد كده بتجيبي الكوبايه ونص ليمون اللي انت كنت عصراها، اللي هو اصلا كيلو ونص ليمون وانا عصرتهم طلعوا لي كوبايه ونص اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. انا ما بحطش خل عشان الخل يا جماعه بيهري المخلل بتاعي. انا بفضل ادوبه كده قوي علشان خاطر ايه الملح بتاعه كله يدوب. انا بس هدوقه. لا لسه عاوز ملح تاني دوت. ده انا كنت مفضيه كيس ملح اهو كده. كل واحد يدوق الملح اللي هو حاطه في قلب الميه، لان كل ملح غير التاني. بصوا بقى يا حبايبي، انا كده خلاص حطيت الملح بتاعي. انا حطيت كيس الا ربع ملح على الميه ديت عشان الملح ده ما بيملحش كويس. انا بعد كده ما دوبت الملح انا جبت حاجه كده علشان خاطر انزل فيها الميه بتاعتي علشان ما تغرقليش الدنيا. اقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده بسم الله. وانتوا بتعبوا بتحطوا الميه في قلب البرطمان لازم تحطوا حاجه من تحت كده عشان ما تغرقوش الدنيا، بس تكونوا مدوبين الملح خالص. انا حطيت الميه هنا في قلب الطبق الكبير دوت مطرح ما انا كنت عامله الخلطه فيه اهو كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله اللهم بارك. حلو جدا اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو البرطمان بتاعي حطيت الميه لحد المقدار، بس بنسيب بس الطرف بتاع البرطمان. وانا بجيب هنا ده قشر الليمون بتاعي اللي انا كنت عصرت بيه. انا كنت ضرباه في الخلاط. بتحطيه كده على الوش بسم الله علشان خاطر ما يدخلوش اي هوا خالص. لازم تكتمي البرطمان بتاعك بتاع الزيتون ببشر الليمون عشان خاطر ما يخشلوش هوا خالص اهو زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده اهوت. بتفضلوا تكبسوه كده اهوت اهو تمام. بعد كده بتجيبي حبه زيت وبتحطيهم كده على الوش بسم الله الرحمن الرحيم اهوت.
اهوت. بس ايه تبطني بيها الزيتون الليمون بتاعك، تبطنيه بس كده بيها. بصوا يا حبايبي بقى، انا كده خلصت خلاص الكميه بتاعت الزيتون بتاعتي، واللي اتبقى من الزيتون انا حطيته في علبه التلاجة بتاعتي الكبيره ديت. الغطا بتاعها محكم الغلق زي ما عملت هنا. بعد ما حطيت الحاجه بتاعتي، حطيت طبقه الليمون اللي هو القشر، وحطيت الزيت. بعد كده بقى هجيب اللي هو اكياس التلاجة اللي انتوا بتخزنوا فيها الحاجه بتاعتكم، وبعد كده بحطها كده، وبحط الغطا بتاعنا كده عشان خاطر يحتفظ بالتخليل بتاعي. اهو بصوا حضراتكم زي ما انتم شايفين كده اهوت. العلب التلاجة دي حلوه جدا، بتنفعني قوي في التخليل لما بيكون البرطمانات بتاعتي ما بتقضيش. بعد كده بجيب اللي هو بقى التاني، الكيس التاني، بقوم كابسه بيه البرطمان بتاعي بسم الله، واقوم قافله عليه جامد زي ما انتم حضراتكم شايفين كده اهوت. اهو بصوا ما شاء الله عاملين ازاي، حلوين جدا، وباذن الله والله هيعجبكم قوي. وده يا حبايبي الشكل النهائي لبرطمان الزيتون اللي على التفاحي بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، والوصفه تكون سهله جدا، وامشوا بس على المقادير ونفس المكونات اللي انا حطاها، وباذن الله هيعجبكم جدا. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني باذن الله في الحلقه الجايه بالزيتون العزيزي. واقول لكم مع الف سلامه في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.